سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة ويحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة القمة أمام الزمالك. شاهدوا معنا ماذا قال. حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للنادي الأهلي، وقال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر 2: أنا أقول للاعيبة الأهلي ولاعيبة الجهاز الفني اللي اتلسع من السوبر الأفريقي ينفخ في الدوري، هذه نفس الأجواء التي عشناها وقت السوبر الأفريقي حين دخلنا المباراة بثقة زائدة، لأن الفريق المنافس لم يكن في أفضل حالاته، لكن النتيجة كانت درسا قاسيا. وأضاف: الزمالك حاليا ليس في أفضل مستوياته ومتراجع في الأداء، ومن الوارد جدا أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي، لكن الخطر يكمن في دخول الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة وكأنه فاز بها قبل أن تبدأ، وهذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه الفريق قبل السوبر الأفريقي. وشدد عبد الحفيظ قائلا إن الزمالك يبقى منافسا قويا رغم أي تعثرات مواصلة. الزمالك سيظل الزمالك بمكانته وتاريخه، والدليل انه فاز في مباريات كتيرة لم يكن الافضل فيها. واختتم عبد الحفيظ قائلا: حتى اليوم رغم كل الاختلافات والخلافات والصراعات فان كل طرف يعرف جيدا قيمة ومكانة الاخر. الاهلي يعرف قيمة الزمالك والزمالك يعرف قيمة الاهلي. وبس كده متابعي الكرام، نكون نهاية حلقتنا. شاركونا رأيكم وتوقعاتكم لنتيجة المباراة في الكومنتات تحت، وانتظرونا في فيديو جديد. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.